أهلا بيكم. في كل عيد وقبل الصلاة بشوية بتحصل لحظة غريبة جدا، الشوارع بتصحى بدري والناس بتنزل بلبس العيد والدنيا كلها بيكون ليها إحساس مختلف. وفجأة بنسمع الصوت اللي كلنا بنستناه: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الغريب بقى إننا بنقول الكلمة دي طول السنة في الصلاة وفي الأذان وفي الدعاء، بس في العيد بيكون ليها إحساس تاني خالص. يعني حتى ناس كتير أول ما تسمع تكبيرات العيد بتحس برهبة أو ممكن تعيط من غير ما تعرف ليه. طب إيه السر وليه أصلا الإسلام خلى بداية العيد بالتكبير؟ الحقيقة إن التكبيرات دي مش مجرد أجواء حلوة أو عادة بنعملها كل سنة، لا دي وراها معنى كبير جدا. إحنا طول السنة الدنيا بتشغلنا بحاجات كتير: شغل وفلوس وخوف من المستقبل ومشاكل وضغوط وأولاد ودروس ومدارس. ومع الوقت الإنسان بيحس إن الدنيا كبرت فوق دماغه، فبيجي العيد ويجي معاه المعنى ده كله في كلمة واحدة: الله أكبر. يعني الله أكبر من أي هم شايله، أكبر من خوفك وأكبر من أي مشكلة شغلاك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بيعظموا التكبير جدا في العيد، لدرجة إن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان بيمشي في السوق يكبر والناس تكبر وراه لحد ما المكان كله يتملي بالتكبير. تخيل المشهد، ناس كتير جدا كلهم بيرددوا نفس الجملة: الله أكبر الله أكبر. مش أغاني ولا كلام عن الدنيا، لكن تعظيم بس لربنا سبحانه وتعالى. وده يمكن السر اللي بيخلي تكبيرات العيد ليها هبة مختلفة، لأنها بتفكر الإنسان بحاجة هو نسيها طول السنة: إن مهما الدنيا كبرت حواليك وتقلت عليك فربنا أكبر من ده كله. وأجمل حاجة في التكبير إنه مش مرتبط بالفرحة بس، لا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكبر حتى في الأوقات الصعبة. يعني التكبير مش مجرد احتفال، ده يقين، يقين إن ربنا أكبر من أي خوف وأكبر من أي أزمة وأكبر من أي حاجة تعبك دلوقتي. وفي النهاية يا رب يكون العيد ده فرحة وخير وراحة على الجميع يا رب بإذن الله. ما تنسوش تدعموني وتدوسوا لايك وتعملوا اشتراك في القناة وتشاركوا الفيديو مع أصحابكم. سلام.